السلام عليكم أحبابي. في هذه القصة من القلب اليوم غادي نحكيو على واحد القصة مؤلمة ديال بنت سميتها هبة، اللي من صغرها تعذبات وتعقدات وانظلمات من كل شيء، بصحابها، من عائلتها وحتى من والديها. ولكن رغم الظلم هاد البنت غادي تورينا شحال الصبر زوين وكيصنع المعجزات. خليكم معايا. هبة كانت بنت زوينة بزاف، ولكن عندها مشكل واحد، كانت غليظة بزاف من صغرها وهي كتزاد في الحجم. فاش كانت في الابتدائي كانت كتقرا مزيان، كانت دائما كتجي هي الاولى، ولكن ما عندها حتى صاحبه، ماشي حيت خايبه ولكن حيت الدراري كانوا كيتنمروا عليها، كل شيء كيهرب منها، ما كيلعبوش معاها، ما كيهضروش معاها، حتى كيقربوا الامتحانات وكيبداو يتقربوا منها غير باش تعاونهم وتوريهم، ومنين كيسالوا امتحانات كيرجعوا يتجاهلوها. في الدار ما كانتش مرتاحه، باها كان كيحتقرها وكيهينها، كيقول لها انت ديما كتاكلي بزاف، كتعيفينا، متبقاش تجلسي معنا في الطبله، من الان فصاعدا غتولي تاكلي في بيتك. خوتها، خواتاتها وحتى الام ديالها ما كانوش كيرحموها، كانوا كيتنمروا عليها، وحتى ملي كيكونوا معروضين ما كيديوهاش معاهم، كيقولوا ليها غدا تفضحينا، غتاكلي الطابله كامله. اختها اللي كانت كتبات معاها في نفس الغرفه كانت ديما كتمشي كتشكر باها، كتقول ليه راه كتبقى الليل كامل وهي كتندخ وكدير لينا التفرتيت. ووسط هذا الظلم كله ما كانش كتلقى حتى شي عوين وحتى شي واحد يحن فيها، من غير كان عندها واحد الاخ ديالها كبير هو اللي كان كيسمع ليها مره، وهذاك كان حنين فيها واحد شويه. في الاعدادي كملت بنفس الوضعيه، حتى من المعلمين كانوا كيشوفوا فيها بحال إلى كبيره وماشي بنت صغيره. هي كانت في عمر صحابها اللي كيقراو معاها، ولكن طولها وجسمها خلاو الناس يعتبروها كبيره. وفي هذا السن بدا معها التوتر والقلق، وبقات كتفرغ داك الشي في الماكله، تتاكل باش تهرب من الالم. كبرات، خدات الباك، ولكن قلبها كان غيتفرقع. رفضت تكمل القرايه ديالها وقالت لباها ما بغيتش نمشي للكليه، ما بغيتش نخدم، ما بغيت والو. باها طاح فيها بيان سور، قال لها شنو ما بغيتيش تقراي؟ غليظه كي حلوفه، ما عندك حتى مستقبل، وبلا قرايه اشنو غديري؟ شكون غيتزوج فيك؟ شكون غيشوف فيك كتاكلي وكتنفخي؟ وخلاها ومشى. بقات كتبكي. واحد النهار جا خوها ولقاها بوحدها في الدار وقال لها علاش ما باغاش تكملي قرايتك؟ شنو ناويه ديري؟ علاش باغا تضحي بحياتك؟ قالت ليه انت مستعد تعرف علاش؟ قال لها عينها غيغرو بالدموع، وكانت كتاكل وهي كتعاود وما عاقلاش على راسها. قالت ليه من صغري وانا كنعيش في الجحيم، في المدرسه، في الدار، في الشارع، ما بقيتش قادره نكمل، وما بغيتش نمشي عاوتاني للكليه ونتلاقى مع ناس جداد وتعاودوا يتنمروا عليا بطريقه اسوأ. خوها حس بها وقال لها وعلاش ما ديريش عمليه للتكميم؟ عمليه التكميم هي واحد العمليه كيقطعوا فيها المعده، كيقطعوا فيها توصل انهم يقدروا يقطعوا لك 80% ديال المعده ديالك باش تضعف وتنقص لك الشهيه وما تبقاش تاكل. فاش قال لها خوها علاش ما ديرش عمليه ديال التكميم وتبداي صفحه جديده؟ هي في الاول ترددات وقالت ليه هذيك العمليه خطر، ماتوا فيها بزاف ديال الناس. قال لها ما عندك علاش تخافي، انت ما عندك ما تخسري دابا، هذيك هو الحل ديالك الوحيد. ترددت في الاول ولكن قبلات، مشات عند باها وطلبات منه وقالت له بابا بغيت ندير العمليه. قال لها جاوبها بيان سور وقال لها الا. قال لها انا صرفت عليك الفلوس، الماكله، ما غاديش نزيد نصرف عليك العمليه حتى هي ونخسر عليك زباله فلوس، وفي الاخر تجي وتاكلي وترجعي تغلاضي. مسكينه بقات مصدومه 7 شهور وهي كتطلب فيه، دازت 7 شهور وهي كتطلب مسكينه صباح وعشيه وكترجى الله
بانه باها يخليها دير العمليه. حتى جا واحد النهار خوها وسمع النقاش مره اخرى وقال لها صافي انا غادي نتكلف بالعمليه انا ومرتي وبنتي اختي غادي تولي وحده جديده وغتبداي حياه جديده. القصه ديالنا هنا باقا ما سالاتش. هبه بدات كتحرك، واش فعلا العمليه غادا تغير لها حياتها واش المجتمع ديالها غادي يتقبلها؟ في الحلقه الجايه غادي نكملوا باقي القصه وخليكم معايا. واذا لمساتكم القصه ما تنساوش ديروا لايك وتعليق وتبارطاجيو مع الناس اللي محتاجين يسمعوها. نتلاقاو في البارت 2.